عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. الفيديو ده هعرفكم فيه ايه اللي المفروض يبقى موجود في شنطتكم وانتوا رايحين الكلية، او حتى وانتوا رايحين الدروس. تقريبا الفيديو هيبقى مشابه. رايحين الكلية زي ما احنا رايحين المدرسة بالظبط، بيبقى في حاجات ياما قوي ممكن ما تجيش في بالنا، المفروض تبقى معانا. الحاجات دي هقولها لكم النهارده في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ انزلوا اعملوا لي لايك حلو، سبسكرايب في القناة، وقولوا لي بتحبوا السلسلة دي ولا ايه. اول صدمة ان احنا ناخدوا شنطة كبيرة معانا في الكلية عادي جدا، لان الكلية بناخده فيها حاجات ياما، بنبقى قاعدين وقت ياما معرضين لمواقف كتيرة جدا ملهاش حصر ولا عدد. فأول حاجة المفروض إن احنا يبقى معانا شنطة الطوارئ. شنطة الطوارئ دي بتبقى فيها تقريبا 5-6 حاجات كده، بس حاجات كلها مهمة. عملت لكم فيديو كامل عنها وإيه اللي المفروض يبقى موجود في شنطة الطوارئ اللي في شنطة إيه. الفيديو ده خلاص نزل على القناة. الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة في شنطتنا خلاف شنطة الطوارئ حاجات كلها لازم احنا نبقى بنستخدمها. يعني مثلا انا كمريم تبقى في شنطتي المية واللانش بوكس بتاعي، لان انا بحب اعمل فطوري قبل ما انزل. لو البنانيت اللي بتشوفوني هتدخلوا مجمع اسكندرية او الشاطبي عامة او اي مجمع في اسكندرية، هتعرفوا ان الاسعار هنا غالية جدا، والاكل كمان انتوا مش هتبقوا ضامنين نضيف مش نضيف حلو، لا مش كده يعني. فانا بحب اخد اكلي معايا، وكمان بحب اخد المية بتاعتي معايا اضمن، لان انتوا برضو لو حسبتوها كل يوم هتشتروا ميه من بره، ده مصروف وعيب على اهالينا. فنجيب الميه بتاعتنا احسن، لان كمان الحر مش قادره اقول لكم. بصوا انا بسيح اصلا وانا بكلمكم، بجد لازم تبقوا الميه معاكم، لان الحر في المجمع فظيع، او عامه في اي كليه هتحسوا نفسكم جسمكم اعلى من العادي، لان انتوا بتبقوا قاعدين في مكان مقفول ومعاكم بشر ياما وفي نفس ياما، والدنيا بتبقى حر وكتمه، والمراوح اكيد على قدها. في الكليه بقى مش بنعمله بقى كراسه لكل ماده وكده، بنجيبوا سكتش واحد. يعني انا بعمل ايه؟ انا بجيب سكتش واحد كبير للمواد كلها، او بجيب سكتش اللي هو بيبقى صغنن ده ليوم. يعني مثلا انا عارفه ان في يوم عندي فيه مادتين ويوم عندي فيه ماده، فبحط المادتين يعني اليومين او ال3 مواد دول كلهم في سكتش واحد، وهكذا. فاول حاجه لازم تبقى معانا السكتش، لان في دكاتره مش بينزلوا كتب، وفي دكاتره بيتاخروا عما بينزلوا الكتب، وفي دكاتره ملاحظاتها مش موجوده في الكتب. فكده كده لازم هنكتب. يا اما في ناس بتحب ان هي تسجل فويس كده للدكتور، لكن في دكاتره ما بتحبش التسجيل يعني، فخلوا معاكم السكتش اب. اقلام بقى، لان انتوا يعني هتضيع منكم اقلام بعدد شعر راسكم في الكليه. اول ما تدخلوا المدرج وتحطوا الاقلام كده على البنش، خلاص الاقلام ضاعت اختفت. فانا بحب اجيب الوان كده واحب اشكل وبتاع. الكليه ما فرقتش حاجه من الثانوي يا جماعه، لازم برضو نكتب بخط كويس عشان احنا نبقى فاهمين اصلا الكلام اللي احنا بنقراه، او بعد كده عشان انتوا طبعا هتذاكروا اخر 4 ايام قبل الامتحان، فلازم حتى الخط يبقى مفهوم. يعني ما تذاكرش في الكليه بس يعني اكتب عدل جوه المحاضره. اتفقنا؟ البرفان حرام او حلال؟ انا مش بقول حطوا برفيوم، ولكن انا بحب الاسبلاشات دي تبقى في الشنطه، او اي برفيوم خفيف نحطوه بس مجرد بس نعمل ريفرش كده لينا، لان الدنيا بتبقى حر قوي وتلزيق. فغير الديودرنت او مزيل العرق اللي لازم يبقى موجود، وده اللي قلت لكم في شنطه الطوارئ، غير اللي احنا لازم الصراحه نبقى معانا اي بودي سبريش او اي حاجه نعمل بيها ريفرش كده، واحنا من الحر والقعده مع ناس ياما والنفس وكده بتحس نفسنا احنا اصلا عرقنا عن المستوى الطبيعي بتاعنا. فالحاجات دي ممكن احنا نحطوها بشكل خفيف، ما نبقاش ملاحظ والناس كلها شمانه، وفي نفس الوقت احنا نبقى حاسين بريحه نظافه. فانا بالنسبه لي الاسبلاش او اي بادي ماست ما يتشالش من شنطتك. حط ميك اب، في بنات ما تحبش تحط ميك اب. عامة الايد والشفايف يعني بينشفوا قوي في الحر، او حتى لو طلعوا زيوت بتحس ان ايدك ناشفه من التراب اللي موجود والهواء الجامد وكده. فانا بحب ياخد معايا اي مرطب للايد والشفايف، او حتى اي روج او ليب جلاس مثلا يبقى فيه نسبه ترطيب، عشان الشفايف بتشقق جامد قوي، لان الدنيا بتبقى حر زياده عن اللزوم. وكمان احنا ممكن ما بنشربش ميه بطريقه كافيه او اي عوامل تانية، فاي مرطب معانا ايا كان هو نوعه ايه، كل حبه كده كل ساعه على حاجه، او بين المحاضرات نحط حبه كده على شفايفنا، الدنيا هتبقى مية بقى. من الكليه واهم من كل اللي انا قلته ده الكيب. في ناس بتسمر كأنها راحت مصيف وجت بسبب الكلية بتعتمد، يعني هي بتحب ان هي تعاملك معاملة العبيد، فانت وصلت لمعاملة العبيد، فانت اكيد كليتك هتبقى في اكتر حتة فيها شمس فيك يا بلد، هي هتبقى كليتك فيها. فلازم طبعا الكاب عشان هنسمر جامد قوي. طبعا طالما اتكلمنا عن كاب وعن الاسمرار، فبالمرة معلش هنتاوك معانا، خدي الصن بلوك بتاعك، اي صن بلوك حفير حطي منه كل شوية، عشان ايدينا والحته دي من الوش لحد هنا كده بتسمر جامد برضو، حتى لو انتي لابسه الكاب.
في الزوايد بقى اللي هنا دي بتسمر برضه. فالصن بلوك والكاب انا حاسه ان هما يعني اهم من البطاقه اللي موجوده في شنطتك. الكلية مصدر كل المواقف السيئة اللي ممكن نقابلوها، فكل حاجة واردة في الكلية فلازم طبعا واحنا بناخد مصروفنا يبقى معانا يعني مثلا نقول 50 جنيه 100 جنيه ثابتة في الشنطة، دي ما بتتحركش. هيحصل معانا مواقف فعلا هنبقى محتاجين فيها فلوس مش عارفين، ما تتخيلوش الموقف ايه يعني. فجأة كده بتلاقوا ان انتوا محتاجين فلوس فجأة، ولا قدر الله بيحصل موقف غصب عننا، فلازم يبقى 50 جنيه 100 جنيه معانا في الشنطة، دي ما بتتحركش. مهما لو مش هناكل خلاص كده وجعانين نروح بيتنا ناكل، نسيب ال100 جنيه دي في الشنطة احتياطي عشان لا قدر الله ظروف احنا مش بنبقى عارفينها، او حتى المواقف الرخمة اللي احنا بنتحط فيها دي. الكلية بتاعتي فيها مسجد يعني مسجد كامل في المجمع بتاعي، في كمية إسدالات وكمية خمار مش طبيعية. في كليات تانية ما بقاش فيها يعني. أنا مثلا عندي واحدة صاحبتي كانت بتجيب في شنطتها الإسدال بتاعها عشان تصلي، لأن زي ما قلت لكم بنقعد وقت طويل قوي في الكلية، ولكن أنا الكلية بتاعتي فيها أصلا إسدال وفيها حاجات دي جاهزة. فأنت لو مش عندك الحاجات دي في الكلية بتاعتك جيبي معاكي إسدال عشان مواعيد الصلاة وكده، عشان أكيد هيعدي عليكي الظهر والعصر في الكلية. بس كده الفيديو يبقى خلص. ما تنسيش بقى تقولي لي ايه رأيك في سلسلة الفيديوهات دي، تقولي لي الفيديو عجبك ولا لا، وتعملي تعملي لايك وسبسكرايب، تابعيني على باقي السوشيال ميديا الفيس والانستا وكمان التيك توك، تقولي السلسلة دي حبيتيها ولا لا. واشوفكم الفيديو الجاي، يلا باي باي.